وانا قاعد مع نفسي النهارده كده، قلت ادور لكم معايا على اغبى معركه في التاريخ، او بمعنى اصح اسطوره الجيش اللي هزم نفسه. اكتشفت ان سنه 1788 كان في معركه اسمها معركه كرنسيبياس. المعركه دي قامت ما بين الجيش العثماني وما بين الجيش النمساوي. اللي حصل بقى ان الجيش النمساوي بعت فرقه من عنده عشان تستطلع احوال الجيش العثماني. الفرقه وهي في سكتها لقيت مجموعه من الغجر قاعدين بيبيعوا خمر، فقعدوا يشربوا معاهم لما سكروا طينه. ففي فرقه تاني من الجيش النمساوي جت وحبت تنضم للفرقه الاولانيه ويشربوا معاهم، ولكن الفرقه الاولانيه رفضت. فحصلت مشاده ما بينهم لدرجه ان واحد فيهم ضرب طلقه. افتكروا الفرقتين هنا ان الجيش العثماني هجم عليهم، فرجعوا جاي على الجيش النمساوي. فالجيش النمساوي هنا لما لقي ان في ناس جايه بتجري عليه من بعيد، فافتكروا ان الجيش العثماني هجم عليه. طبعا بما ان الجيش النمساوي هنا كانت في ناس كتير جدا بتتكلم اللغه الالمانيه والصربيه والكرواتيه، فابتدى كل واحد يتكلم بلغته المختلفه. ابتدوا يضربوا النار بطريقه عشوائيه لغايه انهم قتلوا من نفسهم حوالي 10000 واحد. بعد يومين بيوصل الجيش العثماني بقياده السلطان عبد الحميد الثاني، يلاقي 10000 جثه من الجيش النمساوي، وبيقوم هو باسر 50000 جندي من غير ما يدخل المعركه اصلا. وهو بيقلب الجنود اللي ميتين لقي ان واحد منهم كده بيلفظ انفاسه الاخيره، فقال له خد بالك ان الاستاذ بيقدم محتوى ممتاز.